السلام عليكم حبيباتي، رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. هنا هسه كل شي عندنا جاهز وحاضر. عندنا شغلات الحشوة، وعندنا الحشوة، وعندنا هاي شغلات الجدر مال القاعدة، وعندنا الخضروات. هسه عندنا كل هاي حبشكلات الدومة. عندنا هنا التمن ومزعته، هاي التمن ناقع كامل، طماطم مفرومة، لحم مفروم، ولية وبصل وشوي هون تقريبا سنين ثوم، مو هواية. الطماطم البصل والثوم، وهنا اللحم المفروم ويا اللية. خلي زيت، أنا أحب أخلي زيت، أحبها دسمة. انتو كيفكم، مش قد ما يعجبكم تخلوه خلوه. عندي هنا دبس الرمان، عندي نوعين دبس الرمان، عندي هذا النوع وهذا النوع، أنا أخلي من النوعين دبس الرمان. إذا تبون الحقيقة هذا دبس الرمان أضبط من هذا، هاي النوعية أحسن من هاي حسب يعني تجربتي. شكر حسب الرغبة، ايش قد تحبوها حاليا. هنا هاي عصير ليمون عصرته كامل. راح أخلي من عنده شوية على مود الماي. هنا لمندوزي، كيفكم ايش قد ما يعجبكم لمندوزي. أنا حخليه نص العلبة، يعني تقريبا نص خاشوقة أكل. فلفل أسود، فلفل أسود حسب أنتوا ايش قد تحبون الحرارة. أنا أحب أخلي شوية لمندوزي نومي بصرة مطحونة، أحب أخلي شوية نومي بصرة مطحونة. وهاي عندنا هنا الملح، وهنا أنا عندي ملعقة حسب كمية التمن، أخلي ملعقتين معجون، مكونات كلهن سوية. زين، راح أتركه يتبل بالشغلات اللي خالتهن، ونجهز الجدر. شنو أخلي للجدر أنا للقاعدة؟ أخلي زيت شوية مو هواي، وأخلي بوتيتة للقاعدة. بعدين نمشي أصفطهن نمشي يعني عشوائي. هذا يتبل عدل، يعني يتغلغل بالشغلات اللي خالتهن، اللمندوزي والملح والشكر يذوبن عدل ويا التمن واللحم والهاي، وبعدين نرجع لهن. لان مرات اللمندوزي يغدر بيكم، يعني تجون تذوقون تحسوها مو هالقد حامضه، تجون ترشون بعد لمندوزي، بس هو اللمندوزي والملح والشكر ياخذن وقت حتى يذوبن وينطن الطعم المضبوط. اوكي، بس بعد ما جهزنا الجدر وجهزنا الخضروات وجهزنا الحشوه، شوفوا هالحشوه صارت عندي مضبوطة ونقعت عدل بالبهارات والهذا. طبعا أنا ما أحب بس تشوف، بس على مود التصوير بس تشوف، أجيكم للواقع والحقيقة. تسوي بيدها تسوي بيدها وما أدري شو. أنا هذن الكبار ما أحب أمنيهن هواي، يعني هيك فد شي بسيط. شوف طبقها هاي وينه إحنا لازم الطبق نخليه بس هاي خلينا طبقها. أنا أحب هذن الكبار أخليهم دائما جوا. أنا كل ما أحشي أخلط، يعني هيك أخلط الحشو. طبعا أنا منطقتي طعمه كلش تمام، وهسه بالطبخ يستوي زيادة. طعمه تمام ما بيش أرصها يعني، ولا لو أخليها واقفة أحسن. هسه نجي للبصل، لأن البصل طعمه شوي ياخذ وقت حتى يستوي. أكو ناس تحط شبنت للدولمة، أنا ما أحب أحط شبنت، لأن ما حدا عندنا بالبيت يحب الشبنت. أحب أخليه يعني شوية مسافة، مو كلش أملي ملي حتى ياخذ راحته من يستوي. فقولوا لي، سولفوا وياي شنو تردون أسوي لكم أكلات
بدي أسوي لكم إن شاء الله ما أقصر وياكم. حابة أرجع إنه أنشر بالقناة حتى لو الظروف صعبة. أنا شوية القناة كنت قبل من تصير عندي ظروف صعبة ألتجئ للقناة، أسوي فيديوهات، أسولف وياكم، أفتح بثوث. هاي شوية مالتي ندور بصلات صغار إحنا. شنو؟ هاي آخر بصلة وبعدين نحط زين ما في شيء. راح نطبخ. أنا كمان أحط نفسي أترك مجال للتمر يستوي. إيش أسوي تنجان؟ أنا عندي تنجان أنا أحطه. هسه نسوي السلك. أنا عندي سلك هذا كان جمعت عندي هذا نسوي أي واحدة منها. نخلص هاي كل السلك. هسه بعد ما لفينا كل هذا اللي زايد نحطه هيك على الواجهية. وهذا الجدر نفسه أسوي بيه خلطة الماء. بعدين نجي هنا عندنا هاي كم فص ثوم، تقريبا 3 فصوص ثوم. هاي سمتم شي أذبهم عشوائي داخل. نحط الجدر على النار ونشغل على الطباخ. هسه بس نحطه على النار بدون أي شي. ما أحط هسه لمن تبدي هاي الخضروات تطلع الماي مالها اللي أسوي الخلطة وأضيفها. بدت الخضروات تطلع المايات مالتها الماي. زين نجهز هنا نفس الشغلات اللي خليناها بالدولمة نجهزها هنا بس بكمية أقل. زين أنا نحط ماي حسب كمية الدولمة. كمية الماي اللي ظلت تطلع من عندي يعني انتوا لا تستعجلون تخلوا له ماي، خلوه على النار خلي تطلع كمية الماي اللي بيه وبعدين احنا نضيف له ماي. هسه شو اسوي؟ قبل لا اضيف الماي خلي من عنده شوي يعني هيك شوفوا. هسه شوفوا خلي من عنده هيك شوي بس بالوسطة. والنوب اضيف عليه الصحن، اخلي الصحن نوب بعدين ابدي اضيف الماء هيك على الصحن. زين انا بالعاده اخذ الجدر هيك اخذ الجدر حتى ينزل الماء لجوا. نتركه على راحته يعيش حياته. بعد ما قرض مايها بس بقى كميه لان احنا نقلبها على خبزه، بقى كميه من الماي طفيتها. وسهمكم الف عافيه وان شاء الله تجربوها ومع الف سلامه.